حكاية قديس وشهيد قصتنا النهاردة عن قديس كتب سيرة الشهداء. عارفين هو مين؟ هو القديس يوليوس الأقفاصي. اتولد في القرن الثالث ميلادي، وكانت شغلانته نسخ الكتب والدواوين. بعد كده والي الإسكندرية أعجب جدا بأنه هو بيكتب الحاجة بطريقة منظمة جدا وبطريقة جميلة جدا في النسخ، فقال خلاص هو يبقى مسؤول عن دواوين المملكة عنده، وخلاه مسؤول عن كتابة الدواوين ونسخ الدواوين الخاصة بيهم. فهو وقاعد القديس يوليوس فكر في حاجة جميلة، قال لي احنا بتستشهد القديسين محدش بيكتب سيرتها، ففي الوقت بعد وقت بتتنسي. طب ليه احنا ما نكتبش سيرة الشهداء اللي بتستشهد دي؟ كان معاه 300 واحد معلمهم النسخ والكتب بطريقة جميلة تنتشر في مصر كلها، في كل مكان يكون حد فيكم موجود علشان يكتب سيرة الشهيد اللي هيستشهد. لأن كان في عصر الملك دقلديانوس، وكان في عصر الملك دقلديانوس معروف عنه عصر الشهداء. كان كل ما يعرفوا انه في شهيد بيتعذب بيروحوا وبيعرفوا قصته كلها وان هم بيدونوها. لكن الغريب في الموضوع ده ان كان ربنا محافظ عليهم كلهم. كمان كان ان الملك دقلديانوس ما بيقفش قدامهم ولا يقول لهم اعبدوا الاصنام ولا اي حاجه خالص، وكان بيسيبهم يكتبوا سيره الشهداء والقديسين. حافظ عليه وعلى كل تلاميذه، كتبوا سيره شهداء وقديسين كتير جدا. والقديس يوليوس الأقفاصي برضو كتب سيره قديسين كتير جدا، ومنهم القديس ابو سفيان والقديس ابانوب، وبرضو منهم القديسه رفقه واولادها. وكمان لما استشهدت القديسه رفقه ما كانش في مكان يعرفوا يدفنوا فيه القديسه رفقه واولادها، فخد هو جسدها وجسد ولادها وخلاهم عنده في البيت لغايه لما الموضوع هدي خالص، وكمان بعد كده هو اللي دفنهم. والقديس كان متعلم الحاجات دي يعملها من قصة القديس طوبيا، وبرضو من قصة يوسف الرامي لما عمل كده مع رب المجد يسوع المسيح، ومن ناس كتير. لقى برضو اللي عرفنا سير الشهداء، وتعلم الموضوع ده من ناس كتير، وكان بيكتب وينسخ الحاجة بمحبة. وبعد كده راح للشهادة، راح يستشهد في صمنوط هو وعدد كبير جدا من الشعب، وكان عددهم 1500 واحد، واستشهد هو وولاده الاثنين. وبركة القديس يوليوس الأقفاصي تكون معانا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.